عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع نونا، وحشتوني جدا. النهارده جايبه لكم كيكه خطيره، كيكه الشوفان. والمكون الاساسي بتاعنا الشوفان، صحي جدا ولذيذ للاطفال وللكبار، لا يتعب ولا اي حاجه. بصوا بقى، طريقه سهله خالص وبسيطه. عندنا 4 كوبايات من دقيق الشوفان، وعندنا 4 موزات، عندنا نص كوباية كاكاو، عندنا كوباية الا ربع سكر، عندنا بيضتين، وعندنا كوباية الا ربع سمن، وعندنا سوداني. وهنبتدي الوصفة بتاعتنا سهلة خالص وبسيطة. يلا معايا. بصوا بقى، عندنا دلوقتي 5 موزات، هنبتدي نقطعهم. بصوا رفيع كده اهو. بصوا بقى، احنا كده قطعنا الموز بتاعنا. ادي الدقيق بتاعنا، معانا باكو بيكنج باودر. هنقلب البيكنج باودر مع دقيق الشوفان. هنجيب بقى بولة تانية، هنحط فيها ادي البيض. ادي البيض بتاعنا، هنحط فيه بقى الفانيليا، 2 فانيليا، وهنضربهم مع بعض. ادي البيض ضربناه. معانا كوبايتين لبن، هنحط اول كوبايه، وكوبايه السكر اهي. وهنبتدي بقى ايه، نضرب كوبايه الا ربع سمن. هنحط كوبايه اللبن اللي فاضله بس كده اهو. هننزل بقى بالكاكاو، هننزل فيها دلوقتي الموز، وهننزل السوداني بتاعنا. عايزه اقول لكم وصفه خطيره، جربوها وهتدعوا لي. هننزل عليه الخليط ده واحده واحده كده. يا جماعه، الكوبايه اللي بتستعملوها في المعيار هي كوبايه واحده بتستعملوها في المعيار كله، كوبايه واحده اللي تشتغلوا بيها، عشان ما تبقاش المعايير مختلفه، كوبايه صغيره وكوبايه كبيره. تمام، يبقى كله بمعيار واحد بس اهو. ادينا قلبناها اهي تقليبه حلوه. هنجيب بقى القارب بتاعنا. ادي القارب بتاعنا بطلناه بالدقيق، وهننزل بيه بالكيكه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرد كده الخليط بتاعنا، نوزعه كويس. ادي الخليط بتاعنا، وهنرجع لكم تاني مع احلى كيكه شوفان. يلا بينا. بصوا، ادي الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، تحفه جميله. هنرش بقى عليها سكر البودره. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهو دي الكيكه بتاعتنا. بصوا، ايه رايكم؟ كيكه جميله وخفيفه. بصوا يا جماعه اهي، بصوا الطريقه حلوه ازاي. بصوا الموز فيها تحفه بجد، جربوها مش هتندموا. حلوه قوي وخفيفه وصحيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه عندي. سلام.